السلام عليكم الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطاجين اللي كيجي خطير خطير، سهل وسريع التحضير، كيجي لذيذ بزاف. بسم الله، نبداو على بركه الله. انا عندي 3 ديال الفصوص ديال الثومه، قطعتهم رقاق مع شويه ديال الكزبر وشويه ديال المعدنوس. كنضيف لهم الملح على حسب الذوق، نصف ملعقه ديال الابزار، تقريبا معلقه كبيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره تاع الخرقوم البلدي، وكنضيف معلقه صغيره ديال العطريه ديال الكفته. كنخلط مزيان هاد الشرموله، وكندير النصف ديالها تقريبا ديال هاد الشرموله كنضيفها ل 250 غرام ديال الكفته، وكنضيف البصل، كميه ديال البصل اللي احتاجيت هنايا بصله صغيره اللي قطعتها رقيقه. كنخلط مزيان هاد المكونات وكنخليها جانبا، وكندوز دابا نكمل المقادير ديال الشرموله. كنضيف لك الشرموله اللي عندي شويه ديال زيت المائده او زيت الزيتون، لكم الاختيار، راس معلقه ديال الهريسه، ومعلقه كبيره ديال الطوماط كونسونطري او الطماطم المركزه. كنخلط مزيان هاد الشرموله، وكنضيف لها شويه ديال الماء، ما نكثروش الماء. نشكلوا ديك الكفته على الشكل اللي بغيتو، سواء دوائر سواء شرائح كما درت انا صايي. وكندوزو نحضروا الطاجين ديالنا. في طاجين كندير واحد الخويط ديال زيت المائده، كنضيف البصله، تقريبا هنا عندي بصله كبيره اللي شلطتها رقيقه، كندير لها شويه ديك الشرموله اللي حضرتها من قبل، كنخلط مزيان ونضيف الخضر. كنستفهم على هذا الشكل هذا. عندي البطاطا دوائر، والحرور ومطيشه حتى هي دوائر. صافي نستمر على هذه الكيفيه حتى نكمل، وفي الاخير كنزيد حتى الحرور الاحمر، يعني الخضره اللي متوفره عندكم تقدروا ديروها. وكنضيف ديك الشرموله اللي بقات لي كنزيدها من الفوق، وكنزيد بحبات ديال زيتون احمر ولا زيتون خضر اللي كاين اللي متوفر، وشرائح ديال الحامض. وكنغطي هاد الطاجين ديالي بابي كويسون باش يطيب لي دغيا، وكنديرو على النار اللي تكون مهيله، ونخليه يطيب على خاطرو. وما نساوش نسقيو الخضره ديالنا بداك المرق اللي كيكون في الجوانب. وصاي من دازت ساعه تقريبا، صاي كان الطاجين ديالي طايب وواجد. نتمنى يكون عجبكم الطبق ديال اليوم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.